من الحاجات الإيجابية اللي عملها الياس الفخفاخ وقت كان رئيس حكومة غير إقالته لرئيس الهيئة اللي كانت عاملة روحها تكافح في الفساد، وهي علبة سوداء ما تعرف عليها حتى شيء من داخل ومش وحدها. هاي الهيكة اللي جاثمة على أنفاس قطاع الإعلام لين يتفكرنا المولى أو يتفكرهم. هيئة الفساد كانت تتعاقد مع محامين ومع قضاة متقاعدين، ما تعرفش بناء على أي معايير أو مقاييس. عملت مطلب نفاذ للمعلومة ورفضت الهيئة تجاوبني، قال لك معطيات شخصية. هما معطيات شخصية واحنا قطعة حبل جايب هوات، تليفوني وين نسكن وقريب نمرو صباطي، نورمال تلقاهم يدوروا على الفيسبوك. ايش علينا؟ الدق في جيفة حرام، تكلمت عليها وقت كانوا يطبلوا ويزهروا لهم ويسافروا ويتصوروا في الرحلات والندوات والسهرات برا وبحرا. يرحم والديه الياس الفخفاخ كي كتب بشهادة وفاة الهيئة ورئيسها. من الحاجات الإيجابية قلت الياس الفخفاخ أنه حاول يمشي قد ما ينجم في اتجاه رقمنة الخدمات الإدارية، وهو اللي فرض مسألة البريد الإلكتروني مع مؤسسات الدولة وزارات وإدارات. أما بين القرار السياسي والتنفيذ ثم دوائر العامين من 2020 لتوا 2022، واليوم موجودة منصة إلكترونية تمكن من التواصل مع الوزارات والإدارات عن بعد اللي هي e-بريد.tn. مش مشكل، وخرت شوية عادي، البلاد بكلها إلى الوراء سر. أما اللي ما عنده حتى تفسير كيفاش المنصة هذه ممنوعة على التوانسة اللي في الخارج، حد يفسر لنا. إذا المسؤولين يراوا أن بشر ونستحقوا أنه يخرج واحد ويفسر لنا ايش معناها تحرم تونسي يعيش في الخارج من الخدمة هذه على بسطتها. حقرة ولا شنية؟ ما صحش التوانسة اللي في الخارج في قلب الوطن، ما صحش اللي تحويلاتهم بالعملة الصعبة أكثر من عائدات السياحة. قيمة تحويلات التونسيين في الخارج من العملة الصعبة لنص العام هذايا وصلت لقرابة 2 مليار دولار. مش كان مراسلة الوزارات والإدارات إلكترونيا ممنوعة على التوانسة اللي في الخارج، حتى خدمة استخراج المضمون الإلكتروني على موقع إدارة.tn ما ينجم يستفيد منها كان اللي عايش في أرض الوطن. البرة تولي ما عادش مواطن كامل. وما يقول لي حد لأسباب تتعلق بتأمين الموقع إلا إذا كنتوا تتصرفوا في المواقع الإلكترونية بعقلية سكر الكياس قدام سفارة فرنسا، قدام سفارة أمريكا، قدام الكنيس اليهودي، قدام وزارة الداخلية، قدام متحف باردو. سكر الكياس وانسى والديه، طيش البريرات وانساهم، لكون فينا احنا نتمرمدوا او نتعذبوا باش نتعداو. المفروض التكنولوجيات الحديثة جعلت باش تسهل حياة الناس، تعطيك حلول اخرى غير التسكير. قولوا لنا رانا نحبوا الحلول السهلة، قولوا لنا رانا ما نحبوش نحيروا رواحنا. المهم صارحونا شماتة فينا ولا هذاك حد جيد. وينهم الكفاءات اللي نهار كامل تحكيوا عليهم وقريب تنفخونا الكلاوي؟ تحس العالم الكل عايش يستنى في التوانسة يخترعوش حاجة تغير مستقبل البشرية. نحبوا التفخيم، نشيخوا كي حد يشكرنا، وخاصة كي يكون براني يشكرنا حتى بالكذب. الشعب العظيم وبلد الثاني، نحبوا الفخرة، نحبوا اللي ينفخنا وينجم يضحك علينا وينحينا حوايجنا. التوانسة اللي في الخارج اللي هما عشر تعداد الشعب التونسي. خليك من حكاية اللي عنده جنسية ثانية متهم بالخيانة إلى أن يثبت العكس. خلينا أنه ما عندوش الحق يترشح لرئاسة الجمهورية. نجيو للصحيح الواقع، التونسي اللي في الخارج شنو علاقته ببلاده؟ خلينا من أنه فوق 30 موقع بين سفراء وقناصل عامين شاغرين فيهم اللي أكثر من عام. عندنا بلدان عندنا أكثر من عام مع الناس سفير. وزير الخارجية ولا على باله كيفه كي سيدنا يمكن يفركسوا في سلعة مش متوفرة في الخارجية. ماناش مزروبين، هانهم إطارات الخارجية مكدسين في الوزارة، كان القون يقعدوا يقراوا الجرايد ويروحوا. سي عثمان الجارندي ما عندوش الوقت باش يقابل حتى حد منهم، عنده الرباعي
هو اللي خيط ويطرز في كل شيء في الوزارة، فيها ألف بركة. غير الخدمات القنصلية، شو تعطي الدولة لأولادها في الخارج؟ هي لما حالة ما تعطي لحد، سواء كنت الداخل ولا البر، اللهم تعطينا بدرحة. أما هنا نقصروا في الوقت ونحكي على التونسيين في الخارج. أكثر من مضمون ولادة أو تجدد باسبور أو مش تعمل بطاقة تعريف، تعمل باسبور إذا قال لك يعني الماكينة تخدمه، خاطر جل الوقت الامبريمونت عاد ما عندهمش أحبار. شو تقدم الدولة للتونسيين في الخارج؟ الطيور المهاجرة وسفراء الوطن، وبقية الشعارات بدوره تاع الترهدين. الملحق الاجتماعي اللي تبعثه الدولة، وديما شانعين شكون هم الناس هذوما اللي يمشيوا، شنو هي المقاييس اللي تم اعتمادها، وعلاش فلان مش فلتان، وعلاش الواسطة عيني عينك في التعيينات، وعلاش حتى صيغة ما أرضات الناس الكل. الملحق الاجتماعي في سفاراتنا ما عندوش ميزانية، تبعثوا البلاد ما يعرفهاش، وأوقات ما يعرفش لغتها وما يعرفش قوانينها وما يعرفش ثقافتها. شو تحبوا يعمل غادي؟ هنا يعدي العوام متاعه يدبرش هو ورقات لهو ولولاده ويروح. هو أصلا حتى شيء ما يجبر التونسي أنه يصرح لسلطات بلاده أنه في الخارج، وهذاك علاش بعض سفاراتنا تفرض على التوانسة استخراج بطاقة قنصلية قبل ما تقدم له أي خدمة. الخلاصة سفاراتنا ما عندهاش بالكل قاعدة بيانات دقيقة قداش عندها توانسة مقيمين، كله حسب التقريب. ايش يبقى؟ نوعية السفراء، فيهم اللي في الأعياد الوطنية يستدعى الجالية الكل دون استثناء، فيهم اللي عامل جروب واتساب مع نخب الجالية من صحفيين، مهندسين، أطباء، رجال أعمال، بنكاجية، يتواصل معاهم ويستدعاهم ويقابلهم ويسمع منهم مشاكل الجالية. فيهم سفراء يعيشوا مع أي تونسي مشاكله ويجتهدوا باش يعاونوا قدر الإمكان وحتى من مكاتبهم. فيهم سفراء اللي يبعثوا يزوروا المساجين اللي موجودين في بلدان اعتمادهم، وفيهم اللي يمشي هو بيده يزور المسجون التونسي. وفيهم سفراء اللي يتنقل مئات الكيلومترات وين ثم جالية تونسية يعيد ويهني برمضان ويلم مساعدات كان لزم للعائلات اللي على قدها من التوانسة اللي لبس عليهم في البلاد هذيك في العودة المدرسية وفي شهر رمضان وفي رأس العام. وثم سفراء يجيوا ويمشيوا كأنهم ما جاوش، أصلا ما عندهم حتى علاقة بالتوانسة. أحمد التليلي اللي هو زعيم وطني وأمين عام لاتحاد الشغل وواحد من مؤسسي الاتحاد، مات في 25 جوان 1967. موهج من البلاد وبعث رسالة شهيرة البورقيبة في 25 جانفي 66 يطالب فيها بإرسال نظام ديمقراطي ومراجعة طرق الحكم اللي تتجه بالبلاد لأفق مظلمة. ويليت بورقيبة سمعوا من وقتها رسالة من 60 صفحة لو يكتبها أحمد التليلي اليوم عنده 10 سنين حبس سيجورو بفضل أجواء حرية التعبير اللي عمت البلاد. قلت عمت والأصل غمت البلاد، وربي يرفع الغم علينا، قولوا آمين. في رسالة أحمد التليلي البورقيبة عام 66 قال له اللي الباسبور اللي هو حق لكل مواطن يتم احتجازه ومساومة التونسيين في الخارج به. بلاد تحكمها الصبابة واستفيدة، دولة تعس عليك مش حماية ليك، لا عينيها عليك. ليليزي مقابله حانوت، ليليزي معناها قصر الرئاسة الفرنسية، مقابله حانوت يخدم على روحه عادي، لا من حيره ولا ضرب ساحته. لو جاء عنا راهم سكروه في شارع الحرية، قهوة وراء الكنيس اليهودي سكروها سنوات. احنا الكياس اللي قدام قصر قرطاج يسكروه من 6 متاع العشية. يسأل شي حد شو يتسبب في مصاعب ومشقة للناس اللي تسكن أو تتعدى من غادي؟ حتى حد ما يسأل الأسئلة هذه. الخصوم للنظام كانوا أوساخ عند بورقيبة ويتمسحوا على أعتاب السفارات زمن بن علي وجراثيم زمن المرزوقي
وخونة وعملاء يتآمروا مع الخارج في عهد العلو الشاهق. التونسي سواء الداخل أو البرة ماهوش موجود في منظومة الحكم، في ذهن الحاكم. انت موجود البرة من أجل مهمة واحدة، أنك تبعث الفلوس لبلادك، وما عندك حق في حتى شيء إلا نهار اللي تموت البلاد تروح بيك وتتهنى عليك، تدفن في ترابها. شبيه هالوطن مكبش فينا لازم يقتلنا، منا باهين في نظره إلا وإحنا تحت الحود. أعتقونا يا ديني لين يفرجها المولى. شكرا لكم على متابعتكم الحلقة الجديدة من ما يفلت شيء. كالعادة نطلب منكم بكل لطف الاشتراك في القناة وتضغطوا على نقوس صورة الجرس باش تجيكم نوتيفيكاسيون كل ما تكون ثم حلقة جديدة. استناو تعليقاتكم لن يفرجها المولى.